اوعي تفتكري لما تشيلي فوق طاقتك وتتحملي وتستحملي وتقولي انا بسبع رجاله ان كده حد هينصفك، او انك كده هيقول عليك البت اللي ما حصلتيش. لا يا حبيبتي، اوعي تشيلي فوق طاقتك، لان اللي بيشيل هيشيلوه اكتر وبيبهدلوه وبيمسحوا بكرامة الارض. يلا بينا، معلش انا دخلت لكم يا ملكات مره واحده بالكلمتين دولت ونقول يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الفيديو خاص للستات فقط وعلى الرجال ان يمتنعون. آه انا جايه اقول لك كلمتين النهارده تحطهم حلق في ودانك، لكل بنت داخله تتجوز، لكل ست اتمرمطت ان كان في بيت عيله او مع جوزها، لكل واحده عايزه تظبط حياتها عشان تعيش هي وجوزها كويسين. هنقول كده بسم الله الرحمن الرحيم. بس قبل ما نبدا يا قمر، متنسيش تنزلي كده تعملي لي لايك واشتراك كده وظبطي الدنيا، عشان ايه نظبط الدنيا مع بعض. طيب، اول حاجه عايزاكي تكوني ملكه في بيتك. كوني ملكه في بيتك، كلام واضح قدامك. ان جايبه لك شويه حاجات بسيطه جدا جدا، كان برفن، روج، يعني ما تنسيش نفسك. من الاخر ما تهمليش نفسك، لان جوزك هيبص على واحده غيرك. اهتم بنفسك، لانك لو قعدت طول النهار في شغل وهارية نفسك وصحتك راحت وتشيل اللي اكتر من كده، وحياة غلاوتك يا قلبي لو تعبتي لا يروح يبص هو بيبص، يعني كده كده هم كل الرجاله بتبص ماشي. لو تعبتي لا يروح يتجوز واحده غيرك. طب وعلى ايه؟ من اهو، اذا كان ربنا نفسه بيقولك ما تبهدليش نفسك في بيتك. الفيديو ده هيكون سخن شويه يا جماعه، كان فيه حراره كده. طيب، احنا معانا ايه؟ حاجات بسيطه هاتيها. طبعا لو ترجع لي الفيديوهات هتقولي ما بيدينيش فلوس وربنا مالكي حجه. هتقولي معلش لو ارجع لي الفيديوهات هقول لك هتجيب الفلوس ازاي. ارجع اسمع الفيديوهات اللي قبل كده هقول لك الفلوس هتيجي ازاي. مفيش، ما بجيبلكيش، هاتي لنفسك. تمام. سكراب للبشره، روج، برفيوم، بس يعني حاجات ماسكات، حاجات كده ماشي. اعملي برفيوم تركيبه بتاع بادي سبلاش للجسم كده، خليه يخش يشم ريحه ريحتك حلوه ونظيفه والكلام ده كله. تمام. حاجه كمان، اوعي تخلصي. طبعا اهم حاجه مزيل العرق، الله يسترك، مزيل العرق اهم من كل ده. نجيب لك بتاع مخمريه، روج حلو بتاع دوت، شويه توك. عايزه اقول لك على حاجه، اوعي جوزك يجي يلاقيكي على سنجة 10 في المكياج. انا بقولك استعملي الحاجات دي بس قدامه. ازاي؟ والله يا بنتي لو دخل لقاكي منضفه البيت، محميه العيال، طبخله الاكل، مظبطه البيت على سنجة 10 ومكياجه وقاعده وساكته، هيجي يقولك في وشك ويحرق دمك هو انت بتعملي ايه طول النهار؟ انت قاعده، لان هو شافك وانت قاعده اصلا. طيب اعمل ايه يا ميمه؟ بصي حبيبه قلبي، اول ما تحسي بحركته انه داخل هنعمل ايه؟ اكون حاطه الغساله مثلا كده فيها دور، بقيه الدور هنشف حاجه، هنشر حاجه. تمام. وتكوني لابسه لبس عادي بس جسمك حلو وريحتك حلوه، يعني حاجه بكم ولا اي حاجه عادي. تمام. قومي خليه يشوفك وانتي بتشتغلي، ان شاء الله حاجه بسيطه. ما تبقاش طالع روحك طول النهار في الشغل وفي الاخر يا حبيبتي هيقولك ايه انت ما كنتش بتشتغلي. ها انت بتعملي ايه طول النهار؟ خلاص كده. تاني حاجه، ما تتحمليش المسؤوليه. اوعي تتحملي المسؤوليه. اوعي تروحي للدكتور لوحدك بالعيل او بنفسك. اوعي تروحي تلف ورا مدارس ودروس وكل الكلام ده كله، قولي له شيل معايا، ما اقدرش. اوعي يكون في ازازه مثلا جامده عليكي ومش عارفه تفتحيها وتعافري فيها تفتحيها، لا والنبي معلش مش قادره افتحها انت.
تمام. والله العظيم انا بقولك الكلام اللي فيه الخلاصة. تمام. الراجل بيحب الست اللي هي بتعتمد عليه، مش ان هو كده. معلش يعني انت لو شلت المسؤولية هو شايفك بشنب حضرتك، شايفك بشنب، يعني انت راجل زيه زيك، وبعد كده يروح يدور على واحدة دلوعة عاملة نفسها مستكينة وقطة سيامي كده جنبه ويعمل انت يا باشا ويروح يتجوز غيرك. شفت الدنيا اوعى تفتكري جدعنتك دي يعني حاجة حلوة، والنبي يا اختي ما حصل. مش مطلوب منك، ربنا قال له كلكم راع وكلكم مسؤولين عن رعيته. تمام. يعني انت تكون راعي على رعيتك. واللي يقول لك مثلا ايه الايه الكلمه اللي بتقول لك الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. قال لك انا قوام عليك انا احسن منك. لا يا باشا، انت ما بتفهمش في دينك. لانك لو فهم معنى الايه، معنى القوامه قائم على خدمه القوم. القائم على القوم هو خادمهم. تمام. يعني ده ربنا اللي قال مش احنا. يعني انت المسؤولة منه مش هو المسؤول منك. شغل البيت نظفيه، الدنيا ظبطيها بس. انما تروح تقول اشيل ب100 راجل، لا. تروح تقول هحفر معاها ارض، لا. لا يا حبيبتي، ده على فكرة انا تخصصي ان انا شفت مشاكل ناس كتير، وانا بقول لك عن تجربة اهو. اوعي اوعي، خلي بالك من نفسك وتوعي. خلي عندك شخصية، خلي عندك كرامة، ما تتهنيش. اوعي تنهني في بيتك او في بيت ابوك قبل ما تروحي تتجوزي وتقبلي. لا، من غير قلة ادب، باحترام. واحترم الراجل، مش هقولك ما تحترمهوش وقدريه ماشي، واعرف انه بيتعب حلو. انما تروحي انتي تقفي في وش المدفع، يروح هو نايم في البيت وانتي. طب انا نفسي النبي راجل من الرجاله ديت ياخد شغل البيت كده ومسؤوليه العيال والمذاكره، وان انا الف بدكاتره، وان انا اروح لبتاع دوت احجز دروس اودي نادي او الكلام ده كله. يشيل مسؤوليه يوم واحد هيرضى؟ والله يا بنتي ما هيرضى. تمام. يبقى انا اعمل ايه؟ اهندس نفسي، اظبط نفسي، اصرف على نفسي. اوعي نسمع واحده فيكم تقول لي معيش فلوس، لان احنا متكلمين في الموضوع ده 50,000 مرة. وقلتلك هيبقى معاكي فلوس ازاي، هتعرفي تحوشي لنفسك ازاي. وما تقوليش ان انا حوشت، ولما تشتري حاجة ما تقوليش انا جبت. تمام. ما تقوليش، مش لازم تقولي، خليلك سر. تمام. كمان اوعي، كمان حاجة كمان، اوعي تغلطي، ما تسمحي لحد يغلط فيكي ما دام ما غلطتيش في حد. عاملي الكل باحترام وقصري من ناحية الهزار، لان الهزار بيقل القيمة، تعرفيها. خلي في حدود للكل. اتصلي من الدنيا بحالها. هعمل لكم حلقة بعد كده ان انت كده تبقى تعيشي كده مع نفسك كده وسرك مع نفسك ان شاء الله، فيديو اللي جاي او حاجة اللي بعديها. ماشي. يبقى انا بتكلم في اساسيات، اوعي تنسيها. انا بتكلم وقلب عليكي، انا بتكلم عشان البيوت دي تمشي، ما يبقاش في مشاكل. والله ما يبقى في مشاكل، مش هتحسي بالظلم. تخيلي لما تبقى انت طول النهار طالع عينك في الشغل، ويجي واحد في الاخر يقولك انت عملتي ايه. هتقوم خناقه او حريقه، وممكن توصل استغفر الله العظيم لطلاق. مش بتحصل؟ بتحصل، محدش يقول لي لا. ماشي. يبقى انا بظبط لك حياتك. اوعي قرش يجيلك تقولي له انا معايا. تمام. اوعي يقولك انا مزنوق، تعالى خد. معاكي منين يا اختي؟ لو بتشتغلي، حتى لو بتشتغلي حطي دهب في ايدك. احنا نسوان وبنحب الدهب. البنات وان شاء الله بتشتغلي بتاخدي 10,000 جنيه في الشهر ولا 20,000 في الشهر، واتجوزت واحد بياخد 2000 جنيه، قولي سيب لي مصروفي قبل ما تنزل عشان محدش يطمع فيك. ممكن كلام تحسوا انه غريب، بس دي الحقيقه يا شباب والله. هي دي الحقيقه يا بنات، والله العظيم انا بظبط حياتكم انتم واخدين. للراجل وللست. ما فيش راجل بيحب الست اللي قد زيه الند بالند، لا، هو بيحب الست اللي تكون اقل منه، يعني ضعيفة، مش ضعيفة شخصية،
لا اللي هي ايه زي القطه كده. والنبي لو سمحت شيل دي تقلع عني، والنبي ممكن تعمل دي، اصلا مش عارفه افتح الازازه دي. حساسيه يا اختي برجولت، هما بيحسوا بكده بس. ماشي. تخلصيش بيتك وتنضفيه وتهندسي نفسك قبل ما يجي. تمام. اعملي الاكل، ساوي اعملي بقيته، حضري هو موجود، وانت لابسه نضيف برضو. تمام، يعني انت لابسه نضيف ومظبطه نفسك وكل حاجه، بس خليه يشوفك وانت بتتمكيجي عشانه، او عشان هو انا في العادي ان انت بتتمكيجي او بتعملي ميك اب عشان نفسك الاول. ريحتك حلوه، شعرك حلو، الدنيا مظبطه وكل حاجه. ما انتمش بقى احنا قاعدين مش عارفه بالهق والمق واللبس اللي مش عارفه خفيف طول النهار، لا. الراجل هيزهدك، يكون اتعود على شكلك كده. آه بصوا البرفيوم ده حلو قوي 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 يا بنات. لو انتوا عايزين اقول لكم التركيبه ايه اكتبها لكم، اكتبوا في الكومنتات. ريحته تحفه 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 تحفه. هو مش حاجه واحده، ده اكتر من حاجه. كان بلفت نظركم بس هنا. المهم، اتمنى ان كنا افدتكم بشيء، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. اتمنى من الله ان كل بيوتنا كلها 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 يكون فيها سعاده وهدوء وراحه بال. اتمنى ما حدش يجي على الست. كفايه كفايه ده، كفايه عليها الولاده اقسم بالله. انا بحبكم جدا، وانتوا عيلتي الكبيره، واحنا هنا في مملكتنا كلنا، وانتي ملكه وتعاملي انك ملكه. تنسيش بقى يا قمر، زي ما بحبك حبيني، وحبي لي الخير زي ما بحب لك الخير. انزلي حطي لايك، حطي تعليقين 3 حلوين، ابعتي الفيديو لاصحابك، اعملي اشتراك، ويلا اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.